اولا وقبل كل شيء خاص نبداو باهم حاجه في كل حصه اللي هي الورم اب، اي تسخين، باش نوجدوا العضلات للعمل ونتفاداو الاصابات. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. بهاد الفئة من المبتدئين اللي ضعاف بزاف من ناحية القوة وما كيقدوش يقوموا بأسهل التمارين مثل بوش. هاد التمارين كتلقى صعوبة وما كتقدرش، داكشي علاش غنبداو بهاد الفئة هي الاولى بهاد الطريقة اللي غتخليهم يكتسبوا واحد القوة اللي تمكنهم يبداو باول ريبيتيشنز في جميع الحركات الأساسية. وهاد الطريقة هي كالتالي: فعود ما انك تلعب بول اب وتنزل، غنقوموا غير بنصف الحركه اللي هي النزول فقط. بهذه الطريقه العضلات يكونوا اكتيف وخدامين باش يقاوموا الثقل والضغط اللي عليهم. فديما في النيجاتيفز ننزل ببطء باش المقاومه والضغط يكونوا قويين وباش تستافد باكبر قدر ممكن من التمرين. كذلك نفس الحاجه بالنسبه للبوش ابس، ركز مع الحركه ونزل بشويه عليك. نفس الطريقة نحاول نكونوا الفوق وننزلوا حتى المرافق ديالنا يكونوا في الزاوية 90 درجة، ونحبسوا ونعاودوا التمرين بنفس الطريقة. نفس الشيء بالنسبة للسكوات، إنما حاول تنزل وظهرك يكون على شكل قوس ونزل أبعد نقطة ممكنة باش تمكن راسك من اكتساب الموبيليتي، أي إمكانية التنقل اللي تخليك تلعب التمرين بطريقة كاملة وصحيحة وتستافد من التمرين بأكبر قدر ممكن. المدة الزمنية اللي لازمك تنزل فيها في أي تمرين من التمارين السابقة هي ما بين 5 حتى 8 ثواني، وبالنسبة لعدد التكرارات من 6 إلى 10. أما بالنسبة لعدد المجموعات 3 حتى 4 راه كافي، وتقدر تدير هاد التمارين 3 أيام في الأسبوع. مع المدة أتكتسب على قوة اللي أتمكنك تبدأ بأول ريبيتيشنز، وهاد المدة كتقدر بشهر كحد أقصى بطبيعة الحال إذا كنتي منضبط وكتخدم بطريقة صحيحة. والخطوة الثانية اللي أيخصك تقوم بها ملي تنتهي من هاد الخطوة التمهيدية وتكتسب على قوة المطلوبة للقيام بالحركات الأساسية، واللي هي في هذه المرحلة أنقوم بالتمرين كامل، أي تنزل وتطلع، وأنضيف تمارين أكثر بفاريشنز متعددين باش نستهدفوا جميع العضلات. Cyclone Beats, boy.
always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Let's go! ملي العضلات كيتاقلموا اولا كيعتادوا على نفس التمرين كيكون من المفروض عليك تغير البرنامج ديالك باش يكونوا نتائج جديده والجسم ديالنا ما يبقاش في نفس المستوى. داكشي علاش لازم تطبق طريقه بروغريسيف اوفرلود اللي هي تزيد تدريجيا يا اما في عدد التكرارات او المجموعات او عدد التمارين او الشده ديال التدريب ديالك. وهذا الشيء كامل كيعتمد على الهدف اللي عندك، يا اما سترينث اي تكتسب على قوه، او لا اندورنس تكون عندك قدره التحمل، او لا الهايبرتروفي تبني عضلات. وحنا مهتمين بالبناء العضلي في هذا البرنامج، لذلك ملي نطبقوا بروغريسيف اوفرلود نزيدوا في عدد التكرارات او المجموعات او ننتقلوا لتمارين اكثر صعوبه او لا نزيدوا الثقل في التمرين. وانا كنصح بتغيير التمارين فقط الى تمارين اكثر صعوبه مع الحفاظ على نفس عدد المجموعات والتكرارات، وانت لك الاختيار بين هذه الاختيارات السابقه. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring on your words, not making any sense. But I don't fucking care at all. At all, at all, I don't care at all. Tell me pretty lies.
that you love me, even if it's fake.